السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين في صحة جيدة إن شاء الله، ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الدجاج محمر بطريقة سهلة وبتقديم مختلف. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. نمشيو نبداو على بركة الله. غادي ندير الملح، غادي ندير الخرقوم، شكينجبير، البزار، شويه القزبر يابس، غادي ندير قزبر ومعدنوس، شويه ديال الحامض معصر. عندي هنايا الحامض مرقد اللي قطعت اللب ديالو وقطعت القشره. غادي ندير واحد شويه ديال السمن، عندي مجهد، عندي هنايا الزعفران شهره، غادي ندوز ندير الثومه، غادي ندوز نخلط هاد العطريه، غادي نزيد واحد كاس صغير ديال الماء، ندوز ندير الفخوده ديالي تشرملو، عندي هنايا الكانصه حتى هي غادي ندوز نشرملها، غادي نخلي هاد الفخوده مرقدين واحد ساعتين. غادي ندوز نستف الدجاج هكا في الطاوه، والاخر غادي نديرو هنايا، غادي ندير الكانصه هنايا، غادي نجيب البصله، ندير هنا وندير هنايا اللي شلطتها هنايا في الترموميكس. غادي ندير واحد العود ديال القرفه هنايا وجوج هنايا، غادي ندوز نخوي هاد الشرموله، غادي ندير شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال البلديه نخلطهم، غادي نغطي عليه نخليه يطيب، وغادي ندير الاخر حتى هو. انا خديت جوج مقالي، وحده درت فيها الزيت تبدا تسخن، وحده درت فيها واحد الفلانيره في الوسط. غادي ناخذ هاد الورقه ديال الشينوا، وغادي نبقى نعس الزيت سخونه ونخويها عليها، هكا تتكون لينا بحال شي زليفه. بحال هاد الشكل كما تتشوفوا. نفس الطريقه ناخذ وحده اخرى ونخوي عليها الزيت، تتبيض لينا باش ما تبقاش لينا خضره. هكا بهذا الشكل.
هاد الزيت غادي نعاود نرجعها لهنايا باش نرجع نبقى نهز منها. غادي نرد هذا الوسط ونفس الطريقه عاوتاني. غير بشويه باش ما تحرقوش. هكا نحطها فوق شي بابيل تيبس لينا. المهم غادي نوجد واحد 6 ولا 8. انا درت البيض السمان يتسلق ليا، درت عليه شويه د الملح. هنايا الدجاج طاب، غادي ندوز نديرو في الطاوه ديالنا، ندخل الفران باش يتحمر. هنايا عندي الزبده والزيت، غادي ندوز ندهنهم. يمكن لكم ديروا شويه ديال الزعفران الحر الا بغيتو. غندهنهم وغندخلهم للفران يتحمروا. هنايا خلطت المراقي وغادي ندوز ندير الكبده اللي غسلتها حتى هي بحال الدجاج بالحامض وشكينجبير والملح وقطعتها صغيره. غادي نزيد شويه د الملحه حيت المرقه مسوسه. هنايا قشرت البيض. عندي البانكو الخبز المحمص، بدا تيجي شويه غليظ على الخبز المحمص. وغادي ندير الزنجلان، هذا الزنجلان الكحل. هنا عندي الطحين والبيض، غادي ندير في الطحين شويه د الملح غنخلطو باش ما يجيناش البيض مسوس. وهذا غادي نخلط هذا الخبز المحمص مع الزنجلان، وغادي ندوز البيض في الطحين وفي البيض وفي الخبز المحمص، ومن بعد غادي ندوز نقليه. وغادي ندوز البيض مزيان هكا. وغنحطو هنايا، مشينا بنفس الطريقه حتى نكملو. غادي ندير الزيت سخن وغادي ندوز نقليه. غنخليه يتحمر وغادي نحيدو. غادي نديرو هنايا
هذا هو الشكل ديالو. هنا الكبده ديالي طابت والمرقه خليتها وقفات مزيان. وهنايا الدجاج جبدته من الفران. التقديم ديال الدجاج هو هذا، درتو الدجاج في الجناب، وجبت ديك الورقه درتها في الوسط ودرت فيها السفه ديال الشعريه وقطعت البيض في النص. هذا هو الشكل ديالو. نتمنى الوصفه طرق الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. نهاركم مبروك والى اللقاء.